السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا حبايبنا مشاهدينا، وألف ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. بنبارك كلنا، بنبارك لمصر، بنبارك لجمهور النادي الأهلي، بنبارك لجمهور العرب كله، بنبارك لمارسيل كولر والعلي معلول والعبد المنعم والكل لعيبه النادي الأهلي. طب نقول لهم واحد واحد. طب يا كابتن خالد نقول لهم واحد واحد. مبروك يا اهلاويه يا مشرفينا. والله ما عارف مين يتكلم من كتر الفرح. لعيبه رجاله، يعني مش هنلوم حد دلوقتي خالص خالص، ولا ينفع ان احنا نلوم اي حد. خلينا نقول ان اللعيبه كان عندنا 11 راجل في الملعب، وروا كل العالم مستوى الاهلي ايه. تمام فعلا. غير الارقام القياسيه الجديده يا كابتن عمرو اللي هنتكلم عنها، لكن الاهلي الحمد لله ظهر بمستوى يشرف مصر بعيدا عن اتحاد الكوره، عشان برضو نبقى احنا سرعه يا كابتن عمرو. بعيدا عن اتحاد الكوره، يعني الاهلي يشرف مصر، اتحاد الكوره ملوش فيه، يشرف الاهلاويه، يشرف الجمهور. الحمد لله. هنشوف يا كابتن خالد اتحاد الكوره هيعمل ايه في ماتش السوبر اللي الاهلي المصنف دلوقتي الثالث على العالم متقدم على كل انديه العالم بقى. ما تقوليش بقى ولا المان سيتي بقى ولا برشلونه ولا ريال مدريد ولا مين شارك زي النادي الاهلي. بمناسبه الارقام القياسيه يا كابتن عمرو، قول لنا يا كابتن. الارقام القياسيه دلوقتي عندنا الاهلي بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اول نادي على العالم في بطوله كاس العالم للانديه يخرج بشباك نظيفه في 7 مباريات. ده رقم قياسي جديد. بالظبط، ده النادي الوحيد في العالم، نادي في العالم احرز اهداف على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. لا، تاني نادي في العالم يا كابتن عمرو بعد ريال مدريد ريال مدريد 40 هدف، الاهلي 31 هدف. فاحنا تاني نادي على العالم بعد ريال مدريد. يعني احنا نشرف يا كابتن عمرو. طبعا احنا الاهلي. طبعا احنا الاهلي، مش هنقول اكتر يعني بابا الشغلانه وبابا المجال زي ما قال الكتاب، وعشان ما نزعلش الكابتن ابراهيم فايق عشان انا بحبه. نتكلم بقى يا كابتن عمرو عن الماتش وعن ابداع. يعني عايز اسالك عن رايك في ابداع المارشيل كولر النهارده. الله يستحق الله. يعني بصراحه هي هو مارسيل ومارشيل في نفس الوقت. لا هو لايق عليه بصراحه. هو فعلا تحسه حتى ليه كاريزما. يعني عايز اسالك عن رايك في الضغط المتقدم والجونين اللي جبناهم ورا بعض، والاهلي كله في منطقه الجزاء بتاعه الفريق الياباني. يعني حاجه اول مره، يعني ما بتشوفهاش كتير. بص يا كابتن خالد، اللي حصل النهارده في الضغط المتقدم عشان برضو صدق المشاهدين يبقوا فاهمين معانا. وليه ما بنشوفش ده في الدوري المصري يا كابتن عمرو؟ برضه عايزك تقول ليه ما بنشوفش ده كمان. هو ضغط المنظومه الواحده يا كابتن خالد. يعني ايه؟ يعني عمليه الضغط بتحصل من الاطراف، من العمق، من كل اجناب الملعب وكل اجزاء في الملعب. فبقى في صعوبه جامده جدا لفريق اوراوا ان هو يطلع بالكوره بشكل سليم من المناطق الخلفيه عنده ويبني هجمه، لان الاهلي كان بيعمل الضغط الجماعي مش ضغط فردي. بالزبط. فما بقاش اللعيب بيلعب، احنا لا مؤاخذه يعني واحد في النص، خلينا 31 عندنا او 31. يعني اللعيب ما بقاش عمال رايح جاي فنفسه بيتقطع وما بيبقاش قادر يكمل. طبعا لا، بقى الضغط جماعي، فبقى في حاجه المخزون البدني بدانا نعرف نوزعه بشكل سليم في عمليه الضغط وفي عمليه استخلاص الكوره. انت لو خدت بالك في الشوط الاول هم ما كانش بتقعد في رجليهم الكوره، فريق اوراوا ما كانش بتقعد في رجله الكوره 10 15 ثانيه على بعض يا كابتن خالد. ولو هتشيد بنجم المباراه، طبعا انا عارف انه اختيار صعب والله يا كابتن خالد. عايزين برضو رايكم معانا في الكومنتس يا جماعه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والحبشتكنات، وروعوا على حبايبكم الاهلاويه علشان الاهلي النهارده يعني محتاج يعني دعمكم. محتاجين ان احنا نوصل الحلقه لكل الناس عشان نقول مبروك لكل جماهير الاهلي وكل جمهور الكره والعالم كله يسمعها ان الاهلي اعظم نادي في افريقيا. النهارده بيتوج ببرونزيه كاس العالم للانديه وسحقا للحاقدين. الله ينور عليك كابتن عمرو. هل هنرجع تاني؟ عايز رايك في السؤال الصعب. اختيارك واختياركم لمين احسن لاعب النهارده. طيب تقدر تقول لي النهارده مثلا اللجنه المنظمه النهارده اختارت امام عاشور، وانا طبعا شايف ان امام عاشور ادى ماتش عالمي يعني لعب ماتش جدا بس انا مش هديها له بصراحه. هل تقدر تقول لي مثلا ان كوكا كان وحش؟
برنس يعني مهندس يعني اكتشاف. اسمه لو سمحت انا بعد كده اقول عليه مهندس كوكا فعلا والله، مش هقول عليه يعني اتفرج كده على مهندس كوكا، اتفرج كده على كابتن خالد، مفيش ميس باس. هو بيلعب بالمسطره والقلم الرصاص يا جماعه اللي هو ما شاء الله. يعني لعيبه الاهلي كلها لو انت خدت بالك هتلاقي فيه ميس باس، هتلاقي لو جبت الاحصائيات هتلاقي فيه ميس باسات كتير، هتلاقي جوده التمرير مش 100%. اتفرج على كوكا. لا كوكا بيعمل جوده. الجول الاول مين اللي ضاغط يا كابتن خالد؟ مستوى جميل، هو اللي مستخلص، عامل الاستريس طبعا، هو اللي مستخلص. طب صحيح الضغط كان جماعي، بس هو اللي بعد اللاعب اللي هو قرشي ده ولا ما اعرفش اللي هو جاب ضربه الجزاء، اللاعب بتاعهم دوت باصه الكوره على حدود منطقه الجزاء للاعب تاني، لقى كوكا في قفاه، كوكا راح ضاغط عليه، خد الكوره راح مباصيها لمين؟ لبيرسي تاو. بيرسي طبعا كهربا فوتها لتاو راح مديها يشمعها جوه جون عالمي. ده الجون الثاني، ده مش الاول، الجون الثاني تمام. الجون الاول في كهربا على الجون بالظبط، لكن هتتفرج برضو على الجون الاول يا كابتن خالد. الجون الاول امام عاشور، خلي برضو يعني احنا قلنا كوكا اهو، خلينا برضو نتكلم على امام عاشور وشوط تاني. ما هي دي امام عاشور الاول. حسين الشحات اداها لامام عاشور، امام عاشور بص وموه وراح مديها لهاني، هاني فضى نفسه وراح لادعها بيمينه كوره عملت كده من كور كارلوس، فاكرها أيوة. خالد؟ الكوره لفت يا جماعه، الكوره ما مشيتش. في ناس انا كنت شايف الكوره الاول وهله فاكرها كوره سهله، بقول هو ليه الجون عمل كده يعني. لا الكوره لفت، الكوره اما اتشاطت الكوره عملت كده لدرجه انا فكرتها خبطت في لف، يعني كانت المفروض ماشيه كده على الزاويه القريبه كده، ماشيه على الزاويه القريبه، فجاه لفت راحت على نص الجون، فالجون فجاه اتزاول، يعني اللي هو انت هياخدها بايده، فجاه الكوره خبطت في رجله. وغير كده الكوره عملت بند يا كابتن خالد قبل ما توصل للجون. لا وكم لاعب بقى يا كابتن عمرو انقض على الكوره؟ يعني شفت كم لاعب انقض يعني تخيلوا يا جماعه كده، تخيلوا كده وكلهم مفيش واحد تسلل. واو، دي قمه انك تخش تكون عامل شغل محكم. التايمنج كل اللعيبه كانت ورا الكوره لحظه الشوط بالظبط. وكام لاعب بقى؟ 4 لعيبه بيتسابقوا. لا 4 لعيبه من الاهلي، مش 4 لعيبه مثلا 2 من هنا و2 من هنا، 4 لعيبه بيتسابقوا على اللي يحطها في الجول. يعني لو ياسر ابراهيم ما لحقهاش كهربا هيلحقها، لو ما كهربا ما لحقهاش معلول هيلحقها. يعني انتوا مش متخيلين. بصراحه انا عايز اشيد بياسر ابراهيم، رائع. يعني ياسر ابراهيم انا بقول لك تحياتي، انت كنت وحش من وحوش الماتش النهارده فعلا. بترجع لنا الكوره ما بنحسش ان هي اتقطعت اصلا. يعني بسم الله ما شاء الله. انا ما اعرفش مركزك كان مدافع ولا خط وسط ولا مهاجم ولا انت كان عشان يعني كان بنعمل انت كنت بتعمل ايه بصراحه؟ انت كنت بتعمل كل حاجه ما شاء الله عليك. عبد المنعم ده والكوبري اللي ده الكابتن ده بيصوحهم، ده والكوبري اللي وراه. يعني يا جماعه عبد المنعم النهارده فعلا صراحه يعني الفريق كله يا كابتن عمرو يعني بس يعني الكابتن محمد الشناوي وحش، انا ما اقدرش اقول لك حاجه تانية. يعني انت طلعت كوره اساسا بالطاقه الداخليه كده فعلا تحس ان هو عايش في كوكب تاني. الكوره يا جماعه متشاطه، الكوره متشاطه من على 2 متر، الواد بيلعبها باك وورد كده، مش باك وورد قوي بس خلفيه كده برجليه، الشناوي طلعها كده في 2 متر، ما اعرفش ازاي بصراحه يعني فعلا وضيع لنا بصراحه شويه وقت حلوين، ويعني جميل حاجه جميله بصراحه. والله بس انا ما اعرفش ليه بقى ساعه ما كان فلومينسي البرازيلي كانش بيعمل كده لما كلهم ما كانوش بيعملوا بالظبط. ليه يا جماعه؟ بعدين يا كابتن عمرو نتكلم. لا بس انا عندي سؤال بجد يا كابتن خالد، لما احنا عندنا المستوى الكويس الجامد ده ليه احنا ما لعبناش بنفس ما حدش يقنعني ان المستوى اللي احنا كنا بنلعب بيه قدام فلومينسي هو ده مستوى الاهلي؟ لا احنا علشان اتبغيتنا بجول فتحس ان اللعيبه بيحصل لها شوك، بيحصل لها صدمه، بيحصل لها بانيك اتاك. ما نعرفش بيحصل ايه لما الاهلي بيجي في جول الاول. لازم المعد النفسي ومستر مارسيل كولر يشتغلوا على النقطه دي بشكل قوي قوي. عادي يلعب كانك ما جاش فيك اجوان. بالظبط. دي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 يا كابتن خالد، عندنا برضو عايز اتكلم عن سلبية رهيبة في مباراة اليوم، وهي مش في مباراة اليوم بس، بعد ما تقدمنا 2-0 صح؟ لا هي ضياع الاول قبل ما نتكلم عن اللي هنقوله ده، اهدار الفرص السهلة يا كابتن خالد. في كم من الفرص السهلة كنا ممكن نخرج الماتش ده 5-6 6-7 كمان. الله ينور عليك. احنا في كم من الفرص السهلة اللي بتهدر برعونة. يعني انا مش هقول اكتر من ان هي رعونة.
رعونة مهاجم او عدم خبره الفينش يا جماعه، اللمسه الاخيره مش يعني مظبوطه. ما ينفعش تبقى اللعيب او اللعيبه عامله مجهود جامد جدا كلها في الكوره، ويجي اللاعب في اللمسه الاخيره يضيع مجهود كل الناس، يضيع مجهود كل الفرقه واللمسات الكتير الجميله اللي حصلت. مثال على كده كره كريم فؤاد النهارده يا كابتن خالد اللي خدها من الناحيه الشمال في الشوط الثاني وقطم ورقص الولد ترقيصه، الله اكبر، عمل كل حاجه في الكوره وشاط في الاخر مع 3 لعيبه على خط المرمى، على خط الجون وواحد على خط العرضيه. ما تلعب يا عم عرضيه، ما تلعب العرضيه يا كريم. انت لازم يعني تبقى ميسي في نفسك وكريستيانو في روحك وتعملها كده البليسنج عشان تروح في المقص البعيد في شمال حارس المرمى. ايه يا راجل، مش بنقلل منك بصراحه يعني لو كان كنت بقيت عالمي، بس لما مش هتيجي هتلاقينا بنقول لك عيب، ما ينفعش كده، لازم تبقى بتلعب مع زمايلك. الله ينور عليك. فانت لو مش واثق 100% من ان انت هتجيب كرة زي دي، احنا بنقول طبعا. بس هو بصراحه ما شاء الله سريع جدا، سريع طبعا طبعا، بس يخلي باله على نفسه عشان دي يعني هيسيب نفسه باللي بيعمله في روحه ده. احنا يا جماعه عايزين نمسك الخشب، نمسك الخشب على النادي الاهلي. ايه رايك في تغييرات مارسيل كولر بقى؟ بصراحه انا مش متوقعها بس عجبتني. يعني بدا النهارده في الدقيقه 58 كانت 57 وشويه، يعني خلينا نقول التغييرات ماشي انا كلها متوقعه، بس رامي ربيعه مكان بيرسي تاو بصراحه تغيير معلم، تغيير غريب معلم. بس وزن الملعب، وزنه جدا، وزن الملعب، وانا استغربت ان الملعب اتوزن يعني، بس لا وزن الملعب جدا وخلى النهارده مارسيل كولر فعلا بيدي دروس للمدربين اللي بقى في افريقيا واللي في غير افريقيا عن كيفيه اداره مباراه في نهائي. الله ينور عليك بجد والله كابتن خالد النهارده ادار المباراه بشكل احترافي جدا. لكن انا عندي بقى نقطه مهمه جدا لازم نناقشها بقى، لازم يهتم جدا باللياقه البدنيه للاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني، لان احنا بيحصل دروب مش طبيعي في اللياقه البدنيه في بعض اوقات. الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك، ده حقيقي. عندنا امام عاشور بيحصل له دروب بدني مش طبيعي في اوقات معينه، او يمكن بص يا كابتن عمرو هو ده حقيقي. فيا اما زي ما انت ما بتقول، يا اما بيدخر مجهوده علشان يقدر ان هو يستثمره في اي هجمه. ما هو احنا يا كابتن انا بقول يمكن بص يا كابتن زي ميسي ما كان بيعمل في كاس العالم في اوقات كتير تلاقيه بيتمشى وبعد كده ايوه، بس لما بياخد الكوره بيبقى واقف على رجله وهو رايح على الهجمه وبيعمل اللمسه الاخيره صح. ايوه طبعا. لكن امام عاشور بيبقى ماشي بيبدا الهجمه ويمشي بعد كده نفسه بيروح ما بيكملش معاه الهجمه. الله ينور عليك فعلا، فلازم يوسع مجهوده. دي نقطه رقم 1. نقطه رقم 2 المعد البدني لازم يشتغل مع على اللياقه البدنيه بتاعت امام عاشور بشكل قوي عشان احنا محتاجينه. هو مهاري جدا، لعيب فنان، فرش النهارده شفته فرش الواد كام فرشه، بس احنا محتاجين كل حاجه فيه تبقى بروفيشنال. الله يفتح عليك يا كابتن خالد. ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات من حبايبنا الاهلاويه اللي الاهلي النهارده مكيفنا ومكيفهم ومروق علينا ومروق عليهم. ما ينسوش يروقوا على اخواتهم زي ما الاهلي روق علينا وعليهم. مش هنطول عليكم اكتر من كده. أيوة. وعايزين نقول لكم ان احنا عمر صوتنا ما هيوصل من غير دعمكم، ودايما الاهلي كبير بيكو وعظيم بيكو، والاهلي بلا فخر وبلا غرور وبلا اي شيء من الناس بتعمله بيثبت لكل الحاقدين وكل اللي بيتكلموا عليه وكل الناس اللي كانت مستنيه الاهلي يخش ما يقدمش مستوى كويس في البطوله ديت ان الاهلي معلم افريقيا وبابا الشغلانه وبابا المجال. وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا ايه يا كابتن خالد بنحبكم. بس قبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله، ايوه بنشكر الحكمه يا جماعه، الحكمه الجميله بصراحه اللي كانت بتحكم النهارده. يعني انا ما حسيتش بوجودها بصراحه. لا احنا نفسنا حكام يعني مصريين يتعلموا منها، مش مصريين بس، حتى حكام الرايه، حكام افريقيا حتى حكام الرايه بصراحه يعني بنات اهو، لكن بسم الله ما شاء الله الرايه بتطلع ايه فار. الرايه فار بتطلع كده يعني. عارف يا ابراهيم يا نور الدين، انا تخيلت نفسي للحظه من اللحظات ان انا انت وبعد مثلا ما هشوف الست دي وهي بتحكم بالمستوى ده، صدقني والله العظيم اخرك تحكم في الدورات الرمضانيه او كرة الماء او ممكن كرة ماء او كرة شاطئ. يعني ابعد عن كرة القدم، مش اختصاصك ولا هو مجالك، ودي العيش لخبازه يعني.
بجد والله. والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا جماعه، مع السلامه.